ترصد عدسات الزملاء المصورين. كرة تلف داخل منطقة الجزاء، البحث عن القائم الثاني. جول الأول. لم يطل صبره كثيرا، لم يصبر كثيرا، إنه السيباري يضع الكرة في الشباك في الدقيقة الرابعة من زمان الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، يعلن عن الهدف الأول. بداية جيدة جدا من جانب المنتخب الوطني. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء وهذا هو المطلوب. الكرة الثابتة، الاستفادة من انصاف الفرص. لم يطل صبره، بل كان طموحه صوب التسجيل وذاك ما فعل. السيباري يضع الكرة في الشباك، يعلن عن الهدف الأول في هذه المواجهة. بداية موفقة. لاحظوا التمريرة في القائم الثاني، تموضع مثالي، ارتقاء أمام مجموعة من اللاعبين. هدوء بناء العملية الهجومية الآن من جانب المنتخب الغاشي، لكن ضعته اسماعيل سيباري. جول والهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. الخطأ يكون مكلف. ضغط عالي من المنتخب الوطني المغربي على معترك منتخب مدغشقر. كيجي الهدف الثاني عن طريق اسماعيل السيباري. خطف الكرة ثم بعد ذلك توجه مباشرة صوب المرمى. اختيار الزاوية المناسبة، وضع الكرة في الشباك. حسرة كبيرة ديال اللاعب جوان هانزي في الوقت اللي فرحة كبيرة ديال اسماعيل السيباري. ثاني الأهداف مع انطلاقة هذه المقابلة. اسماعيل السيباري يضع الكرة في الشباك، يعلن عن الهدف الثاني. الرباط سفيان رحيمي يتقدم. ثالث الأهداف مغربية، ثالث الأهداف مغربية. سفيان رحيمي في الشباك الملغشية يضع الكرة بهذه الكيفية، يعزف أسطوانة. بل إنه المايسترو، بل إنه سفيان ومن غير رحيمي. بهدوء كبير يضع الكرة في الشباك ويمتع الجماهير في المدرجات. لاحظوا دياز كيدخل داخل منطقة الجزاء. تسديدة، كرة ممتازة. جول ممتاز. إنه الكعبي، إنه الكعبي يضع الكرة في الشباك. يعلن عن رابع الأهداف. دياز في صناعة هذه الكرة، ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس وعادت بعد ذلك لتكون في الشباك بأقدام أيوب الكعبي. 4 مقابل لا شيء. أيوب شوف الطريقة، شوف التمريرة، مشات عند دياز.